تحركات هامة تحدث في برج الجدي تقلب الطاولة على الجميع. فتلك التحركات نادرة ما تحدث، خاصة بالتمركز الرهيب الذي يحدث في برج الجدي، يجعل كل شخص أو كل برج يؤثر له في جزء من حياته على حسب تواجد الجدي في أي بيت بالنسبة له. إذن هنا يحدث تغييرات كبرى، لكن هنقول في البداية الأكثر حظا لتلك التوليفة الكوكبية التي تحدث في برج الجدي طبعا هو برج الجدي، برج الثور وبرج العذراء، إلى جانب أبراج أخرى لكن ليست بنفس الحظوظ. التغييرات تطال الجميع، كل برج على حسب خط سير حياته. هنتكلم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن تنويه بسيط للناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحة وداخل على القناه جديد، اشتراك، وما تنساش بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءه خاصه كاتب رقم القراءه على عنوان الحلقه، اللي محتاج قراءه يتواصل على رقم الواتس. ونبدا على طول في اهم حلقه يمكن في نهايه عام 2022. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هتكلم عن توقعات جميع الابراج خلال او بدايه من يوم 23 ديسمبر بالتحرك الهام او التحركات الهامه. اولا اكتمال القمر في برج الجدي يوم 23 ديسمبر، ايضا بالتزامن مع انتقال الشمس الى برج الجدي بدايه من تلك الفتره، ايضا بوجود اساسا او التحركات التي حدثت اساسا بوجود عطارد والزهره في الجدي. اذا نتحدث عن وجود عطارد والزهره والشمس واكتمال القمر في برج الجدي. هنقول على تأثير ذلك على جميع الأبراج. هنبدأ من البداية ونقول برج الحمل. حبايبي برج الحمل، تلك التوليفة الكوكبية تجعلك على أعتاب تغييرات كبرى لحياتك. الكثيرين منكم، فالتغييرات المفاجئة كمان هي عنوانكم، والفرص التي تتاح أيضا عنوانكم خلال الفترة. تحدث عروض هامة، بدايات هامة، أمور هتتعرض عليكم، عمل ممكن هيتعرض عليكم، بدايات لعلاقات وما شابه. أيضا خلال المرحلة تصل لنقطة الانطلاق لهدف كنت تريد تحقيقه. فترة هامة جدا لحبايب برج الحمل، لكن فيها مواجهة كبرى مع مشاعرك وظهور مشاعر الحقيقة مع شريك الحياة أو مع الشخصيات اللي حواليك اللي انت عايش معاهم الحياة. فترة هامة جدا لحبايبي برج الحمل. نأتي إلى تحرك آخر أو بالنسبة للطور والتحركات بالنسبة لحبايبي برج الطور. أنت من المحظوظين. برج الثور زي ما قلت كده أنت من الشخصيات المحظوظة، أنت من أكتر الشخصيات اللي بتمر عليك الفترة بتحقيق أهداف، بداية للوصول لما تتمنى. أيضا خلال المرحلة يحدث قرارات مصيرية بالارتباط، يحدث عند البعض معرفة حقيقة مشاعر أو معرفة البدايات الحقيقية لك. خلال المرحلة يحدث موافقات لما كنت تتمنى أو ما كنت تسعى إليه. البعض يزداد شعبيته. فترة رائعة، فترة رائعة تطل على الكثيرين منكم وبشرة خير. برج الجوزاء. حبايبي برج الجوزاء، هي فترة رائعة بالنسبة لبدايات العمل، فهي فترة تبحث جديا عن تطوير أساليب العمل أو القبول لأفكار جديدة في العمل أو قبولك أنت في عمل أقدمت عليه. عند البعض يحدث انفراجة مالية بأمر الله بشرة خير. دايما بقول لبرج الجوزاء إن شاء الله بشرة خير. فترة أيضا تطل عليكم بالمطالبة أو التمسك بالحق الضائع أو حق لك. فترة لن تتنازل عن أحلامك وآمالك، فترة من أفضل الفترات بأمر لا تعدى عليكم، وبدايات جديدة، بدايات جديدة عنوانكم. يعني مفيش حد هيفضل على حاله كده، في جديد ليه في حياته. برج السرطان. حبايب برج السرطان، هي فترة من أقصر الفترات اللي يحدث فيها عدم السكوت، ولن ترضى إلا بالرضا. يعني الرضا اللي انت عايزه لنفسك، مش هترضى ان انت تكون متخاذل في حق نفسك، مش هترضى ان انت تكون ناسي نفسك. فترة يحدث فيها بعض الأمور والمستجدات الغير متوقعة. احذروا من المشاكل، احذروا من العصبية، احذروا من الحكم الخاطئ على بعض الأشخاص. خلال المرحلة أيضا يحدث حسم للعلاقات التي لا تناسبك، عشان أكون واضح. فترة يحدث فيها الحسم الكبير للعلاقات التي لا تناسب أجواءك، تشعر أنك عليك التغيير، لكن احذروا من المشاكل والتوترات.
فتره لن تكون بالسهل. برج الاسد، حبايبي برج الاسد، هي فتره الامان، الطمانينه، فتره الرجوع لنفسك، فتره تطمئن ان الدنيا ماشيه صح، فترة كل شيء يرجع لأصله والأمور ترجع للاتزان مرة أخرى. مش هتبقى شاعر بالقلق والتوتر اللي كنت فيه، هتبدأ تتأقلم على أوضاع جديدة. مرحلة بتفرض نفسها عليك إنك لازم تكون مرن أكثر من الأول حتى تتقبل الأمور القادمة. أيضا خلال المرحلة تكتشف أسرار وتكتشف أيضا أنك أقوى مما كنت تتصور. فترة هامة جدا لحياة برج الأسد بتبدأ معه. برج العذراء، هي من أكثر الفترات هنقول إعادة للثقة، من أكثر الفترات حظا، أنت الأكثر في كل شيء، خاصة بالنسبة للأمور العاطفية والبدايات والنهايات. أيضا يحدث الحسم الكبير بالنسبة للأمور والديون سواء لديك أو عليك. لديك القدرة على إقناع الآخرين، كبرى هتزداد معك وأفكارك، وأيضا هتنافذ اللي في دماغك. فترة تفتح أمامك أبواب السفر كثيرة جدا وأبواب العمل، كل شيء بأمر الله ليكو يتجه للصالح، يعني المرحلة أنت الأكثر حظا بأمر الله. برج الميزان، برج الميزان بيلجأ إلى تكتيك آخر خلال الفترة، يعني خلال الفترة يبحث عن اتزان لأموره. يحدث أن تنهي بيدك أمور معقدة أو بأفكارك أو بطريقتك أمور معقدة، والوصول إلى السبيل والهدوء. أيضا يحدث تحركات للبيع والشراء هامة جدا، هي فترة رائعة لتحركات البيع والشراء. أيضا السفر والانتقال عندك فكرة لن تتنازل عنها. لكن المشكلة تكمن في الانفصال والارتباط، يعني هيبقى عندك حسم كبير انك تنفصل عن الشخصيات وترتبط بشخصيات اخرى. فترة هامة جدا لحبايبي برج الميزان. برج العقرب، هي انت من المحظوظين، يعني انت من الابراج الاخرى مع الثور والجدي والعذراء، انت من الابراج المحظوظة، حيث يرتاح بالك من مشكلة ما، تبدا في الاستقرار، تبدا في الامور حواليك تبقى افضل، المناخ تبقى افضل بالنسبه لك، هتصل للحلول لمشاكل انت كنت فيها. ايضا يحدث انفراجه ماليه عند البعض او حسم في امور ماليه. هنقول مرحله ايضا يحدث فيها تعويضات هامه لحبايبي برج العقرب. فتره لن تمر منها الا وانت بامر الله مرتاح البال بعد مشاكل وطولة بال. فترة أيضا فيها علاقات عاطفية، يعني فترة هتبدأ فيها بدايات جديدة وراحة جديدة للبال إن شاء الله برشيد خير. برج القوس، برج القوس أيضا من الأبراج المحظوظة ماليا يعني برج القوس عندك انفراجة مالية كبرى، تطل عليك الفترة بالحظوظ والانفراجة بشكل كبير جدا. أنت من أكثر الأشخاص أو من أكثر الأبراج اللي يحصل معها تطورات إيجابية في مجال العمل، تطورات إيجابية في مجال المال أو الأمور المالية. أيضا يحدث حظوظ بالنسبة للموافقات، يعني أنت بأمر الله عندك الموافقات كبيرة جدا بالنسبة لأمور العمل أو الطلبات المالية أو القروض مثلا. فترة من أكثر الفترات تحدث فيها إنهاء القضايا لصالحك. أنت يا برج القوس من أكثر محظوظين بالنسبة للجانب المالي والعمل، لكن نحذر من العلاقات العاطفية شوية، ده تحذيري البسيط. برج الجدي، نأتي هنا لعريس الليلة. برج الجدي هو الأكثر حظا بأمر الله. برج الجدي تلك التحركات الكوكبية تجعلك في طريق لا رجع منه. برج الجدي أنت الأكثر تقبلا لأوضاعك، وأنت الأكثر قدرة على عبور أوجاعك، وأنت الأكثر قدرة على تعويض اللي ضاع منك وهتبيع اللي باعك. فترة هامة جدا لحبايب برج الجدي، أنت الأكثر تطور، أنت الأكثر حظا، أنت الأكثر سيطرة. تلك التحركات الكوكبية خاصة باكتمال القمر في برجك يجعلك الأكثر قدرة على عبور الأزمات واللي فات. مرحلة ليك بتعبر فيها عن ذاتك، بتنسى فيها السيء من ذكرياتك، هتعبر كل شيء سيء وكان صعب. أنت الأكثر حظا، أنت الأكثر قدرة، أنت عريس الليلة، والفترة من أفضل فترات، مش هتعبر عليكم كتير، استغلوا الفرصة. أنا قلت في حلقتكم بالنسبة لتوقعات 2023 عودة الهيبة بعد ما عشنا سنين مريبة وشخصيات عجيبة، لذلك تمسكوا إن شاء الله الفترة، أنتم الأكثر حظا. نأتي إلى برج الدلو. هي فترة بتبدأ معاك اكتشافات مصيرية، فخلال المرحلة تكتشف أمور أو حاجات كانت تدار من وراك.
يعني مثلا شخصيات او علاقات انت كنت داخل فيها ومش مناسبة، بعض الغدر ممكن تكتشف، بعض العلاقات السيئة اللي ممكن مش فاكرها سيئة. ايضا يحدث حسم كبير للعلاقات وتركها خاصة الفاشلة. يعني عندك حسم كبير جدا برج الدلو خلال الفترة، لن يكون لديك صبر. لكن في نقطة هامة جدا هي البداية الصحية، هتبدأ تبص لنفسك، تبص لصحتك، هتبدأ تظبط أمورك. فترة هتبقى أكثر عقلانية، هتختار اختيارات تناسبك أنت، وهيبقى قراراتك علنية للناس كلها. فترة هامة جدا لتعديل الأحوال بالنسبة لبرج الدلو. برج الحوت، ونأتي بمسك الختام. برج الحوت هتبقى مبسوط، هي فترة لتظبيط أحوالك، فترة للاعتراف بقدراتك، فترة لرد الجميل إليك، فترة أنت تثبت أقدامك ويحدث لك الدعم الكبير من المقربين والأصدقاء والمعارف. يحدث الاعتراف أنك الأفضل، وتجد في طريقك ناس تعاونك تاني، ناس هتحبك من قلبها بجد. فترة هتجد أنت الراحة النفسية التي كانت لا وجود لها خلال الأشهر السابقة. أنت في أكثر الأيام أو الفترات القادمة الأكثر حظا نتيجة لتلك التوليفة الكوكبية. هعيد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على قناه جديد، اعمل اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اللي عايز قراءه خاصه بعمل القراءه مكالمه مباشره عن طريق الواتس، كاتب رقم القراءات على الحلقه. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس. يا رب كده جميع الابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.